انا مثلا راني حابه انا ندي لا جونتري، انا ندي لا جونتري هذيك تاع الصالون نديها، قول لي شحال ابيبخي ندي زوج مثلا. هذيك بالكاش دير 8,950 وفاسيليتي 4,700 هذيك الحاجه. في هذا المحل للبيع بالتقسيط تحاول خالتي زينب التفاوض لاقتناء بعض الأثاث والأجهزة الكهرومنزلية بأقساط تتناسب مع راتبها الشهرية، فالعديد من أصحاب المحلات أضافوا ميزة التقسيط للدفع بتجارتهم. انا الاولى حابه نعمر داري باه نفرح في داري، نشوف داري شابه، شيخي باش يتريك باش يبرى كي يشوف دارو شابه من القش هذا. انا الاولى فيزيكمون موغالمون نبرى عليه، صبنا الراحه من الناس هذوما اللي دارونا با فاسيليتي هذه، ريحتنا من الكورونا لهنا الالكتروميناجي هذا والاثاث زاد بزاف مي على ذاك الناس ولات ما تشريش، كانوا يشريو بار اكزومبل زوج حوايج 3 4، دوكا الانسان ولا يشري حاجه في العام هكذا ما كاش كيفاه هي، على هذيك الناس ولات تقصد الفاسيليتي. تشكل محلات البيع بالتقسيط ملاذا لذوي الدخل الضعيف والمتوسط. بعض التجار يجدون فيها فرصة لفرض زيادات وفوائد تصل أحيانا إلى النصف. أي إنسان يليق له فاسيليتي مهما تكون صفته ومهما تكون الدرجة تاع العمل تاعو، يليق له فاسيليتي ما يقدرش يدخل في الكاش. وإنما الحمد لله دوكا كاين فاسيليتي وكاين حوانت ربي يهدينا ويهديهم. فاسيليتي زايدين فيها بزاف، تصيبوا زايد اكثر من 50% تاعها. يعني تعرضت انا شريت لوازم تاع دار الكتروميناجي للدار، مي كي تروح يمرغم باش نزيد ديك الاضافه وتحملت الاعباء تاعها، دي فوا كي حتى مازال تباع فيها اليومين هذا. على الرغم من أن ثقافة البيع بالتقسيط شكلت حلا لتخفيف الأعباء المالية على المواطن من جهة، ولما تعود به بالفائدة على التجار من جهة أخرى، إلا أن بعض الجزئيات فيها تحتاج إلى ضوابط وقوانين تضمن حقوق الجميع.